من يظن أن المؤسسة العسكرية في سبات، خاصة في علاقة بالتطورات الأخيرة، نؤكد له نحن أبناء المؤسسة العسكرية أنه واهم ولا يعلم حقيقة الأمر وخفاياه. وحتى نوضح الصورة لأبناء شعبنا، نؤكد أن قيادة المؤسسة العسكرية ملمة بكل التطورات، وأصبحت بشكل واضح الفاعل الأساسي في الحكم، رغم تحفظنا ورفضنا المبدئي والقطعي لإقحام المؤسسة العسكرية في السياسة، وتمسكنا بالإبقاء على الجيش جيشا جمهوريا. أما بالنسبة للرئيس قيس سعيد ومن معه، فإن كل ما بيدهم من سلطة تمر بالضرورة تحت يد القيادة العسكرية الحالية، باعتبار أنها هي من تسطر كل الخطوات في تونس، وهي من تقرر ما يحدث وما لا يحدث، وبيدها كل المفاتيح. ومن يحاول تجاوز الخطوط الحمراء للمؤسسة العسكرية يتم التخلص منه بسرعة مهما كان منصبه. وعليه فإننا نحن أبناء المؤسسة العسكرية سنوضح لشعبنا سبب إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي، وتعيين ابن أخ الجنرال الفار من العدالة لحبيب عمار المدعو نبيل عمار خلفا له. بعد دقائق من إعلان عثمان الجرندي تواصل مع وزير خارجية النظام السوري بإعاز من الرئيس قيس سعيد. وحتى تتبين الحقيقة لشعبنا فإننا سنضع النقاط على الحروف ونترك الحكم للشعب. قبل ذلك نذكر التونسيين بأن الرئيس قيس سعيد درس في سوريا وتحصل على البكالوريا في سوريا، وتجمعه علاقات وطيدة مع شخصيات نافذة هناك. وكنا نحن في مرة سابقة نشرنا معطيات دقيقة عن علاقة وزراء مقربين منه بإيران وبالنظام السوري، وأكدنا أن الوكالة العامة للاستخبارات العسكرية حذرت ونبهت الرئيس في مراسلة خاصة من هؤلاء الوزراء ومن ارتباطاتهم المشبوهة، ودعت إلى تحييدهم وعدم التمديد لهم في أي تحوير وزاري، إضافة إلى تقييد تحركاتهم في علاقة بالملفات الخارجية. إن المؤسسة العسكرية تتابع عن كثب كل التطورات وكل تحركات هؤلاء الوزراء، ووضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها. من بين هذه الخطوط الحمراء هو إعادة العلاقة مع النظام السوري أو التواصل معه، وهو قرار عسكري لا يمكن تجاوزه من أي طرف كان مهما كان منصبه وحتى لو كان الرئيس. هذا الخط الأحمر يتمثل في شروط التزمت بها المؤسسة العسكرية منذ سنة 2015، حين تم منحنا وضع حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي ناتو، وأصبحنا بذلك حليف السادس عشر الرئيسي للولايات المتحدة، وتحصلنا بناء عليها على مساعدات عسكرية كبيرة. هذه الشروط تتمثل في الالتزام بقرارات ومواقف الحلف وعدم الخروج عنها أو تجاوزها، ومن بينها قطع العلاقات مع النظام السوري والالتزام بالعقوبات المسلطة عليه بما فيها قانون قيصر، باعتبار أن النظام السوري مصنف لدى الولايات المتحدة وشركائها كنظام إرهابي، والتعامل معه يعد جريمة. هذا الخط الأحمر وضعته المؤسسة العسكرية أمام الرئيس قيس سعيد وأمام من سبقه أيضا ممن وعد بإعادة العلاقات، وعليه فإننا نؤكد أنه لن يستطيع أحد إعادة العلاقات مع النظام السوري ولن يقدر أحد على ذلك. لكن ما حدث مؤخرا هو أن الرئيس قيس سعيد حاول ملامسة هذا الخط الأحمر وتجاوز المؤسسة العسكرية، وحاول تفعيل وإعادة العلاقات مع النظام السوري من خلال استغلال المأساة التي يعيشها الشعب السوري الآن بسبب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. إن القيادة العسكرية تفطنت لتلك المحاولة، وكان ردها واضحا وسريعا، وأرادت أن تجعل الرئيس قيس سعيد يعلم حدوده ولا يتجاوزها مرة أخرى، من خلال إعفاء وزير الخارجية عثمان الجرندي وتعيين ابن أخ الجنرال الفار من العدالة لحبيب عمار المدعو نبيل عمار خلفا له بسرعة كبيرة، وأدى اليمين في اللحظة التي أقيل فيها الجرندي. نحن أبناء المؤسسة العسكرية، وإذ نعبر عن التزامنا بوحدة مؤسستنا العسكرية وبالاتفاقيات الدولية التي تلزمنا مع شركائنا، فإننا أيضا نرفض بشكل مبدئي تدخلنا في السياسة، ونرجو من الحكماء في مؤسستنا العسكرية تصويب الأمر بسرعة والنأي بجيشنا عن التجاذبات السياسية والإبقاء عليه جيشا جمهوريا ولاؤه للوطن لا غير. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر، وعاش الجيش صورا للوطن.